نيمار يرقص وحيدا في كازابلانكا، وطبعا لعيبه الوداد. يعني كابتن خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي من المغرب. خالد الف مبروك. مبروك ليك يا عمرو، مبروك لمصر. والله فرحت لكم يا اخي. مبروك لك والله العظيم يا عمرو. انت لو تشوف الاجواء اللي احنا بنلعب فيها عامله ازاي، يعني رجالتنا دول فعلا عارفين قد ايه قيمه النادي الاهلي وعايزين يسعدوا جمهورهم. وانا بقى يعني هذا الفوز فعلا لجمهور النادي الاهلي كله اللي في كل حته، واللي بيجمع اللي جاي لنا هنا من جميع انحاء العالم، من اوروبا ومن امريكا ومن كل حته. جمهور الاهلي ده هو الاساس، هو الدرايفنج فورس، هو الانرشيا بتاعتنا كلنا. لازم نشكر كل الناس، لازم نشكر مؤسسات الدوله، خاصه المؤسسه العسكريه، الامن، كل الناس اللي كانت بتساند النادي الاهلي بنسبه الفوز ليهم ولشعب مصر والجمهور النادي الاهلي العظيم. بعدين يا عمرو انا بس عايز اقول حاجه، يعني انا الحقيقه في مداخله معاك، الحقيقه كان في شخصه مني ودي كانت دعابه، لكن للاسف الناس خدتها يعني انها حاجه مش مظبوطه، لا اخلاقي ولا تربيتي انها تقول حاجه زي دي. النادي الزمالك ده نادي كبير، انا شخصيا كفايه ان انت دلوقتي بتستدرك هذا الامر ده، كفايه. فانا يعني ارجو ان الناس تكون ما تزعلش مني، انا لم اقصد فعلا، انا كنت متعرض معاك انت كناس اصدقاء، ولكن لم اقصد حاجه. وزي ما قلت الكيان نادي الزمالك ده كيان كبير. الماتش كان تحت لا الماتش كان تحت ضغط كبير من الجمهور وضغط كبير من الحكم. كلمني عن الموضوعين دول. والله الحمد لله رب العالمين. انت بتشوف الاجواء هنا انت كأنك بتلعب، يعني الحقيقه اقول لك ايه، يعني الجمهور هنا يعني ما بيسكتش 90 دقيقه صفافير. الحقيقه يعني الاجواء دي اللي يلعب فيها فعلا لازم تبقى اعصابه من حديد، لازم يبقى فعلا جدير ان هو يلبس فانلة النادي الاهلي. والحمد لله رب العالمين، ربنا كريم، ربنا يعني دايما كنا بندعي ربنا يكبر مخاطرنا عشان الشعب الاهلاوي ومصر الاهلاويه دول كلهم مستنيين الفرحه دي. فبنقول ان شاء الله الحمد لله النهارده يوم 11 وجبنا لهم من 11. ربنا كريم. لازم نقول قد ايه المجهود اللي بيعمله الكابتن محمود الخطيب. هنشوف النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه، الكابتن حسام غالي هو اصر ان حسام غالي هو اللي يدرس التسليم وليس الكابتن محمود الخطيب. هي دي النادي الاهلي، هو ده يعني النادي الاهلي هي مؤسسه عظيمه وكيان عظيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا دايما النادي الاهلي هو سبب سعاده المصريين عامه زي ما بنقول، والاهلاويه خاصه، لان فعلا الاهلاويه يستاهلوا كل خير. يا خالد انت امين الصندوق، المكافآت اخبارها ايه؟ اللعيبه هتاخد ايه؟ بص يا عمرو، احنا ما عندناش حاجه استثنائيه، احنا عندنا لوائح بنمشي بيها الحمد لله رب العالمين. يعني احنا بنسعى دايما ان احنا نحافظ على الريجوليشنز بتاعتنا واللوائح بتاعتنا. اللعيبه دي تستاهل كل خير، تستاهل كلها ده، واكيد الكابتن خطيب ولجنه الكوره هيبقى ليهم نظره في هذا الموضوع، لكن الناس تستاهل كل خير باذن الله تعالى. ربنا يكرمنا وناخد الدوري. طيب الجائزه بتاعت بطل افريقيا من الاتحاد بتبقى كام؟ 4 مليون دولار الحمد لله. 4 مليون دولار 4 مليون دولار كل الفلوس دي. ايه يا عم، شهر واحد يا عم، شهر واحد. ألف مبروك خالد مرتجي، وتهنئتي وتحياتي لكل لعيبة الأهلي. شكرا لك. 4 مليون دولار مرة واحدة.